بتسمعوا برنامج احسن ناس على راديو ترام، ومعاكم هند صبرا. وفعلا مؤثر فينا جدا ان مش معانا محمد عبد الحميد، فبنقول له ان شاء الله الحلقه الجايه تبقى معانا. وهفكركم تاني بالضيوف اللي معانا طاهر الحديدي رئيس مجلس اداره مبادره كلمه، ومعانا نانسي بهنس عضو الاتش ار. طيب طاهر، انا كنت بتكلم معاك قبل الفاصل في فكره ان الثوره وبعد الثوره والتغيير اللي حصل والكلام ده كله. طيب انت شايف من وجهة نظرك ان يعني الثقافة كفكرة ازاي توصل للشعب المصري بطريقة غير الطريقة اللي احنا متعودين عليها، ان احنا نقرا كتاب، ان احنا نروح مجلس ثقافي، نقعد في معرفش المكان الفلاني. ازاي انت شايف من وجهة نظرك ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني بصي، هو فكرة الكتاب مش وحشة طبعا، بس ازاي نوصل الناس ان هم يقروا كتاب. يعني كانت الاحصائية اللي اتعملت اخر احصائية سنة 2010 ان البني ادم المصري بيقرا نص كتاب في السنة، فيعني شيء عظيم جدا. احصائية بشعة. بس ازاي نوصل الناس لفكرة القراية؟ احنا حتى واحنا صغيرين ايام اللغة العربية ولغتنا الجميلة وكده، كان اسوأ حصة بتواجهنا حصة القراءة. كانت حصة بشعة جدا، دروس القراءة كانت وحشة جدا. يعني حتى اللي بيحب اللغة العربية فكان بيحب النحو وبيحب الشعر، لكن ما فيش حد كان بيحب القراءة. يعني الفكرة الغلطة اصلا من فكرة التعليم، ان هما ازاي ما حببوناش في حاجة زي القراية. حتى حصة المكتبة كان في كل الناس عندها حصة للمكتبة، كنا كأنها حصة فاضية عندنا. بالظبط، اللي هي اما حصة فاضية، يا اما مثلا مدرس العربي ياخدها، يا اما مدرس يعني اي مدرس. بالظبط، هي دي حصة فاضية يا جماعة، لا نستفاد بيها احسن. فبالظبط، فاللي هو فكرة ان احنا ازاي ما فيش حد كان بيفكر ان هو يعلمنا، لا بالعكس، ده كان بيمارس ضدنا افساد، محاولة افساد. يعني ما تقدريش تقولي عليها اي حاجة تانية. ففكرة القراءة او كده هي صعب ان انت توصلها لحد بعد محاولات كتير جدا ان هو يمنعها عنه. فكرة ان هو يروح يمسك كتاب ويقراه، فكرة ان هو ينزل مكتبة يروح يشتري كتاب، وكتاب مثلا يبقى غالي. فكمان حتى الناس اللي بيبيعوا كتب بتستخدمها اكتر كتجارة، فانك تروح لحد تقول له كده ده صعب جدا. وبعدين لازم نكسر بقى فكرة ان الثقافة قراية وبس، لا، في حاجات تانية غير القراية. احنا عندنا يعني اللي بيحب الافلام هو مثقف، اللي بيحب الكورة هو مثقف، اللي بيرقص مثقف، اللي بيقرر ان هو ما يرميش المنديل في الشارع ويرميه في صندوق الزبالة، هو دي ثقافة. دي ثقافة بجد. احنا لو وصلنا لها دي يعني هنبقى، يعني بجد انا بطلب منكم ان انتوا تركيز على النقطة دي، لان فعلا الموضوع ده بقى كتير جدا، وناس مش ما بقتش مثلا بيقف عند مثلا طبقة معينة او حاجة، لا بتلاقي ناس من اعلى طبقة لاقل طبقة ان هما الورقة دي في الارض. طب يعني يا جماعة، يعني احنا راكبين عربية معرفش ماركتها ايه، وفي الاخر اطلع ايدي من الشباك وارمي الورقة، فدي اقل حاجة في الثقافة المفروض الناس تتعلمها. يعني بالظبط، فكرة المعاكسة اللي في الشارع، فكرة كل حاجة بتحصل يعني غلط، هي دي اللي احنا الثقافة تقدر تقضي عليها. البني ادم المثقف بيحاول طول الوقت ان هو ما يعملش حاجة غلط، بعيدا بقى عن المثقف اللي بيلبس الكوفية دي ولا الغطرة الفلسطيني وبيلبس بريع على دماغه وشعره طويل ودقنه طويلة وكده. يعني نحاول بس نوصل ان المثقف ممكن يستحمل، يعني عنده المثقف لازم يكون شكله وحش. يعني فلا، يعني المثقف كل حد مثقف، اللي بيحب الشعر مثقف، اللي بيتذوقه مثقف، واللي بيكتبه مثقف، اللي بيحب الافلام هو مثقف، اللي بيتذوقها مثقف. مش لازم اللي بيعمل حاجه بس هو مثقف، لا، مجرد يعني ان حد يتذوق الحاجه الحلوه دي ثقافه. يعني كل واحد فينا عنده طريقته، يعني مفيش حد احسن من حد. انا ما اعرفش في مثلا في رقص الصلصه زي ما انا اعرف في الشعر، فانا مش احسن من اللي بيرقص صلصه او اللي بيتذوق رقص الصلصه، بس انا مختلف عنه. لازم نتقبل اختلافاتنا ونعرف ان كلنا ممكن نكون مثقفين، كل واحد بطريقته. بس احنا شعب فطرته سليمه، واثبتنا بالتجربه ان فطرتنا سليمه. لان احنا يعني مش حابب قوي اتكلم عن الثوره عشان بس ما بانش ان احنا ابناء الثوره. احنا مش ابناء الثوره ولا حاجه، بس احنا فعلا يعني احنا جيل الثوره، مش هننكر، يعني محدش يقدر ينكر ده. بالظبط، بس الجيل ده اللي هو قدر في 18 يوم ان هو يعمل ميادين مصر، مش بس ميدان التحرير، كل ميادين مصر كان فيها ما فيش تحرش، ما فيش حد بيرمي زباله في الشارع، ما فيش كان في ثقافه كمان. يعني كانت الميادين دي غير كده نلاقي ناس بترسم حاجات
حلوه جدا، وناس بتقول شعر، وناس بتكتب اغاني في نفس المكان، وناس محدش بيعاكس حد. بالظبط، كان خلقنا مجتمع مثالي. فالمجتمع المثالي اللي خلقناه ده لمده 18 يوم اتدمر بعد 18 يوم. يعني انتهى تماما. بس ال 18 يوم دول دليل على ان احنا نقدر نعمل ده، او ان فطرتنا سليمه برغم كل محاولات الافساد اللي اتمارست ضدنا، برغم ان كان اقصى حاجه ممكن تكون بتعلمنا الارشادات اللي ورا كتاب القراءه اللي احنا ما بنقراش اللي جواه، فبالتالي ما بنقراش اللي في ظهرنا. احنا اصلا بنجيب الكتب الخارجيه. بالظبط. طيب انا برضو حاسه فكره ان احنا كنا 18 يوم ماشيين بطريقه، وبعد ال 18 يوم دول بقينا حاجه تانية. فكره ان احنا بس محتاجين هدف، يعني حاجه نكون احنا مجتمعين عليها. بالظبط، هدف يجمعنا. بالظبط، لو حد مثلا حطينا على طريق معين هنقدر ان احنا نكمل فيه ونمشي بطريقه كويسه. مش فكره ان يمكن بعد ال 18 يوم حصلت لحد ما اختلافات شويه، وناس ما بقتش يعني بقى في كذا رأي، فالناس بقت مشتتة إلى حد ما. بس حاسة لو اتجمعوا تاني أو بقى في حاجة معينة ربطاهم ومخليهم يبصوا لحاجة قدام، فهنرجع تاني إن شاء الله. هو الفكرة في الحاجة اللي تجمعنا بقى، يعني هو عشان كده أيام الثورة كان الناس متجمعة على حاجة، فما كانوا بيحاولوا يعملوا الصح عشان كمان يثبتوا لنفسهم ان هم صح، ان هم يقدروا يعملوا كده، هم قادرين. بالظبط. فدلوقتي حصل اختلافات وكل واحد بقى بيفكر في حته واكل العيش وكده، فالناس نسيت بقى المبادئ والافكار الجامده اللي كانت ماشيه عليها. كلمه بقى النهارده، يعني كلمه هي بتحاول الى حد ما يا جماعه افتكروا احنا كنا عاملين ازاي، وانتوا عايزين تخلوهم يعني او تنزلوا للشعب كله ان هو يبقى في ثقافه. كل الناس تفهم ان هي مثقفين. لو كل الناس فهمت ان هي مثقفين هيحاولوا يعيشوا كمثقفين. بالظبط. تمام. طيب احنا لسه هنتكلم عن كلمه اكتر، بس هناخد فاصل ونرجع تاني.